السلام عليكم، عاملين ايه؟ احنا النهارده يوم العيد بالليل حصلت كارثه كبيره جدا. اختي إيلين الصغيره اللي انتوا عارفينها كلكم تعبانه جدا وحرارتها مش راضيه تنزل خالص، وماما اصرت ان احنا نيجي المستشفى عشان نطمن على إيلين. وإيلين دلوقتي جوه وحرارتها مش راضيه تنزل خالص، فدلوقتي لازم ان احنا نكون معاها لان هما بيقولوا انها لازم تتحجز في المستشفى. هتقعد في المستشفى واحنا هنروح، بس كل شوية هنطمن عليها هنا. بس هي لازم يا جماعة ان حد يقعد معاها. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفة، انا بشتغل وانت بتشتغل. ايوه انا ولد مش هعرف اخد بالي منها خالص. خلاص يا ماما انا هقعد معاها، انا بعرف اخد بالي من إيلين. خلاص متأكدة انك هتقعدي معاها؟ ايوه متأكدة. خلاص احنا دلوقتي مجهزين كل الادوية اللي احنا هنحتاجها، وهي هتخش وجهزنا لها الغرفة اللي هتقعد فيها. فدلوقتي ممكن حضراتكم تمشوا وهي تقعد مع اختها. حاضر. متأكدة يا رشا ان لارا هتعرف تاخد بالها من إيلين؟ ايوه طبعا انا متأكدة، لارا بتعرف تتحمل المسؤولية كويس جدا. وبعدين احنا عندنا اجتماعات، انا لو ما كانش عندي اجتماعات مهمة الصبح كنت طبعا قعدت مع إيلين. ايوه انا برضو عندي اجتماعات مهمة جدا في الشركة. خلاص احنا نروح ونسيبها على ربنا. ماشي يلا بينا. يا رب اللي انا عملته في نفسي ده، انا خايفة يحصل حاجة وانا مش هعرف اتصرف. خلاص يا إيلين يا حبيبتي بطلي عياط، يلا عشان تنامي. يا عيني إيلين صعبانة عليا قوي، كمان لازم تاخد ادوية كتير جدا. انا برضو تعبت، إيلين من ساعتها عمالة تعيط وتعبانة. خلاص بكرة الصبح بقى، او ممكن دلوقتي اجهز الادوية علشان بكرة متلخبطش. إيلين يا حبيبتي خدي دي هتحتاجيها. شكرا يا لارا. جهزت لها الادويه خلاص بقى، والدواء ده هبقى صحيها الفجر تاخده. يا ربي انا خايفه انام وإيلين يحصل لها حاجه، كده ممكن يروح عليا النوم وإيلين يحصل لها حاجه وكده مش هبقى قد المسؤوليه. يا ربي اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص انا مش هنام واللي اقدر عليه هعمله. ايه ده يا لارا؟ نعم. مش انتي قلتي لمامتك ان انتي مش هتنامي وهتبقي قد المسؤوليه؟ نمتي ليه؟ ما انا تعبانه جدا وعايزه انام. طيب كنت سيبي اي حد تاني معاها، افرضي بقى إيلين حصل لها حاجه وانا دلوقتي معادي ان انا امشي. طيب اعمل ايه؟ ما تناميش خالص دلوقتي، الفجر قرب جدا وانتي لازم تديها الدواء بتاعها. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ انا تعبت جدا وارهقت فعايزه انام. لا انتي مضطره انك تصحي، كنت قولي لمامتك انك مش هتقدري وانك صاحيه بدري فهتكوني عايزه تنامي. طيب اعمل ايه؟ ما هم كلهم مشغولين. لا بقى انا مش هقدر اتصرف في حاجه زي كده. طيب خلاص يا لارا، احنا دلوقتي هنديها الدواء وممكن تنامي ساعتين بس علشان الوقت هيخلص كده وإليه ممكن يحصل لها حاجه. شكرا جدا لحضرتك يا دكتوره، هي كده انا هديها الدواء وهنام بس ساعتين. ماشي يا لارا يا حبيبتي. حاضر يا دكتوره. كلين يا إيلين. في ايه؟ يلا يا إيلين يا حبيبتي عشان تاخدي الدواء. لا انا مش عايزه اخد الدواء. يلا يا إيلين انتي تعبانه، بصي هتاخدي الدواء دلوقتي وهتبقي كويسة ومش هيبقى فيكي اي حاجة. لا انا مش عايزة الدواء، طعمه ما بحبوش. لا يا إيلين لازم تاخديه. لا مش عايزاه. خلاص بقى يا إيلين خليكي شاطرة. حاضر. يلا خدي يا إيلين. طعمه مش حلو. خلاص يا إيلين نامي دلوقتي ابقى صحيكي الصبح. حاضر. اما انام بقى. انا اسف جدا يا جماعه على عدم تركيزي، انا بنتي تعبانه جدا ومحجوزه في المستشفى. ايه ده؟ انت ازاي بنتك محجوزه في المستشفى وقدرت تيجي الاجتماع ده؟ انت لازم تروح دلوقتي تشوف بنتك. انا بشكركم جدا، انا اسف ان انا هسيب الاجتماع المهم ده وهمشي. بنتك بنتنا كلنا ولازم ان احنا نقدر الوضع. خلاص كده يا لارا يا حبيبتي، درجة حرارة إيلين انخفضت خالص، فاحنا دلوقتي باباكم جاي ياخدكم، فما تقلقيش على إيلين خالص. بجد يا دكتورة انا مش عارفة اشكرك ازاي. لا عادي يا حبيبتي، انتي برضو وقفتي جنب اختك ودي حاجة المفروض اهلك يشكروكي عليها. حاضر يا دكتورة. شكرا يا دكتورة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. انا كنت لسه بقول للارا دلوقتي ان إيلين درجة حرارتها انخفضت، فعادي ان انت تاخدها دلوقتي وتروح. متشكر قوي يا دكتورة. ازيك يا بابا؟ ازيك يا إيلين يا حبيبتي؟ الف سلامة. وحشتني قوي يا بابا. وانتي كمان يا حبيبتي. احنا دلوقتي يا دكتورة نقدر نروح؟ ايوه طبعا يا لورا، خلوا بقى بالكم من نفسكم وما تخلوهاش تاكل حاجة ساقعة تاني خالص. حاضر يا دكتورة. يا لورا يا حبيبتي، خدي يلا اختك طلعيها تنام في السرير بتاعها. حاضر يا بابا. يلا يا إيلين حبيبتي نامي. ياه، النهارده كان يوم متعب جدا، انا بجد تعبت. لارا، انا بجد بشكرك ان انتي وقفتي جنبي امبارح، انتي تعبتي جدا. ما تقوليش كده يا حبيبتي، انتي اختي وحبيبتي وملناش غير بعض. شكرا قوي يا لارا. بس كده يا صحابي، انا انصحكم بقى ان انتوا ما تشربوش اي حاجه فيها تلج زي إيلين، لان ممكن حرارتكم ترتفع زي إيلين كده بالظبط. فبقى خلوا بالكم من نفسكم وحافظوا على نفسكم، لان روحكم مش ببلاش. بس كده، باي.